رجعنا إلى أيام بومدين. تبون جانا بخطاب بومدين. أنا واحد من الناس إذا تتذكروا خرجت في أكثر من فيديو قلت أتفق تماما مع الرئيس تبون في سياساته الخارجية تجاه القضايا العادلة في العالم، وخاصة قضيتي فلسطين والصحراء الغربية. تكلمنا لأننا انخدعنا، أنا واحد من الناس انخدعت بالخطاب الشعبوي للرئيس تبون، وقلنا السيد راهو مع فلسطين ورانا مع فلسطين لأنهم مظلومين ولأنهم مضطهدين ولأنهم يموتوا يوميا. إذن الوضع في الجزائر يختلف تماما على تركيا أو قطر أو الإمارات أو غيرها، لأن هذه الدول بما فيها تركيا الإخوان عمرنا ما سمعناهم يتكلموا على إسرائيل ونحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة، عمرنا ما سمعناهم. دائما يتكلموا حل الوسط، شديد الأعصاب الوسط. احنا اللي كنا نتكلموا بخطاب راديكالي متطرف. أي واحد عنده علاقة بإسرائيل يلقى عنده تليفون تاع واحد إسرائيلي